حبايب قلبي يا حلوين، صباح الخير والجمال والسعادة عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا نورة من قناة شوكة وسكينة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. المية بقى وجمالها، المية بجد سر الحياة. هي سر طبعا كل حاجة حلوة في المرأة طبعا. بشرة وشعر وضوافر وملمس للجلد، كل حاجة بصراحة بتروي كده الإنسان. ويا سلام بقى لو قرينا عليها الفاتحة 7 مرات وشربناها، بفضل الله هتشفينا من كل مرض وكل حاجة وحشة، وكمان هتفيدنا جدا. فطبيعي أول ما نقرأ عليها الفاتحة 7 مرات كده ونقرب بقنا منها واحنا بنقول الفاتحة، بجد كل ده هينعكس علينا بالحاجات الحلوة إن شاء الله، وهتشفينا وتبقى شفاء كده. ونسمي بالله ونشربها على 3 مرات، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن المية بتتأثر بأقل حاجة. حطينا عليها رشة ملح هتبقى مالحة، نحط عليها رشة سكر هتبقى مسكرة. أي حاجة، المية يعني حياة، وحياة يعني غنى. حبيت بقى أفكركم بالمية عشان فعلا حاجة مفيدة. الضوافر بقى ازاي احافظ عليها؟ المبرد يبقى جنبي عشان احافظ عليها بالشكل دوت، وتبقى على طول مهندمة. مش اي حاجة اجيب المقص او القصافة واقصقص على طول، لا، بظبط بالمبرد، بحافظ عليها اقصى درجة. وبعدين لما المونيكير بيقشر من المواعين، ارجع اشيل بالاسيتون، وبعدين ارجع احط تاني. طبعا اذكار الصباح والمساء مش هوصيكوا عليها، بجد هايلة. هتخلي كده في بركة في اليوم وهتحفظكم من اي شر. نرجع بقى نعمل فطارنا القمر اللي كان بيعجبكم وبتقولي لي اهتمي جدا بفترة الفطار واعتمديها. بجد انا عارفة ان هي بتعجبكم جدا، بس اول ما بيجي على بالي فكرة كده او اختراع جديد بجربه لازم اقول لكم عليه. لو عندكم اير فراير بقى تعالوا معايا، ولو ما عندكوش اير فراير تعالوا برده معايا. الفرن مش هيقول لا. نفس الوصفة دي ممكن تجيبي صينية وتحطي كده رغيف العيش الشامي اللي هو الرقيق خالص ده وتحطيه. وهنفتح البضاية او البيضتين او التلاتة زي ما انت تحبوا. حطيت مكعبات كده موتزاريلا حتى كانت مجمدة عندي في الفريزر. انا صحيت من النوم قلت يلا هي الوصفة دي لازم اعملها. هي جت على بالي فقلت كده اجربها عشان اقول لكم هي حلوة ولا لا. ما حطيتش ملح خالص، حطيت رشة فلفل اسمر كده خفيفة. ولقيت عندي بقى قطعتين من البسطرمة كده، جبتهم قطعتهم. بجد هتطلع معايا شكل البيتزا كده. وطعمها بقى تقولوا قمر تقولوا قمرين، يعني عايزة كده تتدلع بس. وصفة ممتازة، ما خدتش يعني دقيقة دقيقتين، ما خدتش وقت كتير خالص. ممكن تعملوها كده. وبعد كده بقى طبعا ما قطعتهاش بالسكينة، قطعتها بالمقص، بس من كتر جمالها انا معرفتش اصورها وانا باكلها. اوريكم طبعا الطبقات اللي جوه. لا معرفتش بقى، انا دي اقصى حاجة عندي صورتها اطلعها بس وخلي بالي عشان ممكن اتلسع من الاير فراير. ما خدتش وقت كتير خالص. طلع بقى العيش طعمه جميل كده ومقرمش، وكمان اللي جوه البيض طري مع البسطرمه. بجد كده تاكلي المثلث مشبع جدا وجميل جدا. بقالي فتره مش بعمل كابتشينو خالص من قبل رمضان بتهيألي. ما بشغلش المكنه. هقول لكم بقى تفاصيل شويه عنها. هنا لازم الخزان بتاعها لازم نحط ميه معدنيه عشان نحافظ على الموتور. الخطوات دي مهمه جدا. بقالي فترة مش بشغلها. جبت الخزان غسلته طبعا على الحوض، مليته مية معدنية او مية من الفلتر ايا كان، اهم حاجة مية معقمة. دي مكنة ديولونجي، الموديل بتاعها هو ده الشكل بتاعها. جبت بقى شوية من نسكافيه كده وحطيتهم في المكبس بتاعها. بس انا مش بحب النسكافيه كتير قوي، يعني مش بحب طعم المرار قوي. بحب الوسط، يعني بحب احس بطعم اللبن وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش فاتح قوي. فانا مش بملاها على الاخر. فمليت كده حبة صغيرين على قد بس المقدار اللي انا هشربه، وحطيت هوا كده. وطبعا لمعت كل الحاجات دي قبل ما استعملها، عشان طبعا بيبقى فيه نسبة تراب، وهي طبعا محطوطة مكشوفة. فلمعت كل حاجة فيها وكل الأجزاء الداخلية دي كلها ظبطتها. دوست على زرار التشغيل بقى، وبعدين أول ما تنور أخضر هي كده جاهزة معايا للتشغيل. هي كده منورة أحمر. على بقى ما تجهز أكون أنا حضرت المج بتاعي. جود مورنينج، صباح الخير عليكم يا حلوين. لو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسوا اللايك وتفعلوا الجرس. وطبعا لو مشتركة جديدة ما تنسيش تقوليلي في الكومنتات عشان أرحب بيكي في القناة. ده بقى المستخلص بتاع نسكافيه كده خلاص خلص. فانا بقى بوقف وبعدين اجي بقى للفوم بتاع الكابتشينو. لما دخلت على فيديوز كتيرة قبل ما اشتري المكنة دي عشان اشوف اللبن اللي بيستعملوه هو اللي بيعمل فوم، طبعا قالوا لي ان لبن المراعي. بس عادي يعني انا مش بدق خالص، يعني عادي لو مار شغال المراعي شغال برضو ولبن عبور لاند برضو تمام.
كل ده تمام يعني بالنسبة لي. مش بتفرق معايا قوي، بس يعني هو لازم اللبن يبقى ساقع. لازم الصباع بتاع البخار دوت لازم برضو يبقى يتحط كده بسمك معين، ولا يبقى نازل قوي للارض ولا يبقى عالي قوي على الطرف. بنحطه كده بطريقة حرفة معينة. البيتشر ده طبعا اللي هو بيتحط فيه اللبن ده، طبعا في منه صغير خالص، في منه وسط، في منه كبير. انا طبعا جايبه الوسط. كل حاجه وسط حلوه. عشان يعمل لي كذا طبعا فنجان، بس انا هعمل لي انا بس. عصايه البخار طبعا بمسحها عشان مش تفضل تنقط لبن وتبهدل لي الدنيا. طبعا التخبيطتين دول مهمين جدا عشان الفوم يطلع لفوق. وبكده الكابتشينو بتاعي او النسكافيه بتاعي جاهز. نخلص بقى الكابتشينو كده او النسكافيه بتاعنا، نفوق وبعدين ندخل المطبخ نشوف هنعمل ايه. النهارده بقى خلاص الكحكات والبسكوتات والسابليهات كل حاجه خلصت. نعمل بقى كيكه الذره او بسيسه او كيكه عاديه بقى، يعني عايزين تشيلوا دقيق البسيسه خالص وتحطوا دقيق ابيض بس تمام جدا. انا بقى حابه اعمل بسيسه بجد، بحبها جدا، فيها الياف مفيده مشبعه. اكيد طبعا دقيق الذره افيد بكتير من الدقيق الابيض اللي هو زيرو دقيق. دقيق الزيرو يعني. الاصفر فيه فوائد كتيره جدا ومليان الياف. هعمل مقدار صغير ب2 بيضه بس. بسيسه اقتصاديه. هعمله في القالب اللي هو بتاع الانجليش كيك او التوست او كده. وبالمناسبه هعمل معاكم توست قريب عشان التوست بقى غالي جدا. هتبقى برضو فكرة فطار لذيذة جدا. جبت بقى كوباية من دقيق البسيسة اللي هو دقيق الذرة، وجبت نص كوباية من دقيق الزيرو اللي هو دقيق الأبيض. نخلتهم كويس جدا. بعدين هجيب عليهم معلقة صغيرة، دي طريقة نخل كده بوريها لكم، يعني أكتر طريقة مش بتبعتر الدنيا كده وتخلي الرخامة تتبهدل. رشة الملح طبعا مهمة جدا بتظبط الطعم. انا جبت المقادير كلها جنبي كده عشان انا طبعا من كتر ما بعملها حافظاها جدا. طبعا تاج الملوك عامل محسن كيك بجد خطير. بيكنج باودر يعني، بس هو في نسبة كده يعني عامل زي الحاجات كده المشهورة. نيجي بقى على الاصل ندور، هو تاج الملوك زي كوكيز والحاجات بتاعت زمان دي. بجد خطيرة. دي بقى فانيليا برتقان، عايزين تتجنبوها تمام جدا مفيش اي مشكلة. هنا جبت معلقة من الفانيليا برتقان ودي اختيارية تماما. استعملنا بيضتين يعني ورقتين فانيليا عشان زفارة البيض. انا طبعا ما بحب الفانيليا 2 بيض يبقى 3 فانيليا، 3 بيض يبقى 4 فانيليا. انا بحب الفانيليا اكتر شوية عشان ما احسش بطعم البيض خالص. كوباية الا ربع من السكر. المقادير دي مظبوطة جدا. لو مش عايزاها مسكرة وسكرها مظبوط، عايزة السكر بتاعها قليل، هتحطي نص كوباية من السكر. كل ده هنضربه في الخلاط. 2 بيضة معاهم معلقة كبيرة او معلقتين من الخل. الخل بيعمل هشاشة وبيضيع زفارة البيض. للناس اللي بتسأل ايه فايدة الخل في الكيكة والبسيسة والكلام دوت، فانا بقول لكم الخل بيعمل هشاشة ويضيع الزفارة. حطيت 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. لازم جدا تحطوها في درجة حرارة الغرفة. ولو البيض ساقع وانتوا عايزين تقوموا تعملوا كيك دلوقتي، بتجيبوا بولة من المية فيها مية دافية فترة، يعني حاجة كده مش سخنة طبعا. بتحطوا فيها عدد البيض اللي انتوا هتستعملوه في الوصفة، تسيبوه 5 دقايق، هيبقى في درجة حرارة المطبخ. كل حاجة تضرب في الخلاط مع بعض. البيض، السكر، نص كوباية من الحليب او اللبن بدرجة حرارة الغرفة، وكمان نص كوباية من الزيت. واحط بقى اللي هيزود الطعم ويخليها غنية جدا وخطيرة، معلقة من السمنة البلدي. اي سمنة عندكم ممكن تحطوها مع نص كوباية الزيت، بجد هتخليها طعمها وريحتها خطيرة. حطينا كل المحتويات السائلة في الخلاط، هنضرب كويس جدا
ضرب كده كويس محترم، وبعدين هننزل بالخليط على الخليط الجاف. تمام، الخليط السائل على الخليط الجاف، وبعد كده بنضربه بمضرب السلك. يعني اوعوا تحطوا، بنصحكم كده ان اوعوا تحطوا الدقيق في الخلاط. تمام كده. بس هضرب بقى المحتويات السائله دي، انزل بيها على المحتويات الجافه، وبكده الكيك عندي جاهز او البسيس عندي جاهزه. طبعا الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. وهنقول طبعا مع بعض طريقه التسويه المظبوطه، ونعمل ايه عشان الحراره تتوزع كويس والكيك مش يتحرق مني، وكمان ما يطلعش ناي من النص. طبعا حبيت ادهن حاجه من الزيت بسيطه، قطعه سمنه كده خفيفه في الاطراف، بس كده عشان تديني لون وطعم وريحه في الاخر جميله جدا. المحتويات الجافة قلبناهم برضو عشان ما يبقاش فيك شوية ملح هنا على شوية بيكنج باودر الناحية دي، فبنقلبهم كده تقليبة كويس وهم جافين، وبعدين بننزل بالخليط السائل عليهم. نضرب بقى كده بالمضرب السلك، وبعدين نعمل فحرة في النص كده وننزل بالمحتويات السائلة عشان يختلطوا كويس جدا. تمام كده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزة ولا اتقل من كده ولا اخف من كده عشان تطلع معايا كيكة مظبوطة. المقادير اللي بقولكوا عليها بالكوباية بجد مظبوطة جدا. نفس الكوباية هتعايروا بيها نص زيت نص لبن، كوباية الدقيق الذرة نص كوباية الدقيق الزيرو. عملنا احلى صينية كيك في وقت قياسي وسهلة جدا. اضرب اضرب وقلب قلب في الخلاط، ما اخدتش وقت خالص، هتاخد ربع ساعة تلت ساعة في الفرن. طبعا ده قالب صغير. الراسخ الثابت المطمئن لأقدار الله في عز الشدة الكبيرة عنده شيء من السكون. ليه؟ لن يكون في ملك الله إلا ما أراد. لأن كتير من الأوقات الواحد بيتعصب قوي وبيتشد قوي ويتوتر قوي، لأنها معلومة مرمية ورا كده. كل حاجة أمر الله. استنى، تحقق، عيش بيها. عيش إن مفيش نفس هيطلع ولا يدخل إلا بإذن الله. الحياة والموت بإذن الله، الرزق كترته أو قلته بإذن الله. فالإنسان يسكن ويرسخ كده خالص ويعمل زي النبي بقى، كل حلاوة الشخصية تطلع. بس الواحد بس يبقى مطمئن وتفرج انت هيطلع منك كنوز وأنوار تنور للي حواليك. الثابت المطمئن لأقدار الله في عز الشدة الكبيرة عنده شيء من السكون. ليه؟ لن يكون في ملك الله إلا ما أراد. لأن كتير من الأوقات الواحد بيتعصب قوي وبيتشد قوي ويتوتر قوي، لأنها معلومة مرمية ورا كده. كل حاجة أمر الله. استنى، تحقق، عيش بيها. عيش إن مفيش نفس هيطلع ولا يدخل إلا بإذن الله. الحياة والموت بإذن الله، الرزق كترته أو قلته بإذن الله. فالإنسان يسكن ويرسخ كده خالص ويعمل زي النبي بقى، كل حلاوة الشخصية تطلع. بس الواحد بس يبقى مطمئن وتفرج انت هيطلع منك كنوز وأنوار تنور للي حواليك. تعالوا بقى نشوف كيكة الذرة او البسيسة زي ما بتقولوا عليها. هنحط بس اللبن على النار الاول عشان شاي بلبن مع كيك او بسيسة بتبقى خطيرة. نفتح الفرن بقى نسقر
ما ينفعش خالص نجرب او نختبر الكيك من على الاطراف، لان طبعا اكيد هيطلع مستوي، والنص هو اللي بيبقى فيه عجين ولسه مستواش، هو اكتر حاجة بتاخد وقت. فنختبر الكيك من النص. انا فتحت عليها دلوقتي ولقيتها لسه فاضلها شويه صغيرين، متخافوش مش هتهبط ولا حاجه. ما نختبر الكيك بس، اهم حاجه يكون عدى ربع ساعه تلت ساعه، نختبر بقى ساعتها. سبتها 5 دقايق تاني وبعد كده رجعت لها تاني. طبعا اهم حاجه عشان مش تتحرق ونوزع الحراره حلو، لو فرنك مفهوش مروحه بنحط صينيه فيها ميه. انا فرني فيه مروحه بس برضو حطيت صينيه فيها ميه. دفوا البيت بقى، قوموا تشجعوا واعملوا حاجات حلوة، ساعدوا ولادكم على المذاكرة. ربنا يعينكم، عارفة ان فترة صعبة وربنا يقوينا جميعا. هنا بقى بوريكم ان مينفعش نختبر الكيك من الاطراف ونختبرها من النص، دي احسن طريقة للاختبار. وبنختبرها بسكينة او بخلة شيش طاووق زي ما انتم شايفين. فيديو بتاع فلوج اسكندرية. يا رب يكون عجبكم، متشكرة جدا على الكومنتات الحلوة بتاعتكم، وهحط لكم كل الارقام والتفاصيل في اول كومنت مثبت. للي حابب يرجع للفيديو تاني ويشوف اول كومنت مثبت هيلاقي فيه كل التفاصيل. طولت لكم في الفيديو زي ما انتوا طلبتوا مني. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وانتظروني في فيديو جديد.